السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان بس في البداية كده بدون نقف ونظر فاتحة على روح مرحوم عرفة محمد نور. الله سعيد. الله سعيد. شكرا لك محمد، وشكرا لكل عائلة الشاوي، وشكرا لكل الساعين في هذا الصوت الكريم، الحاج محمود عزام والحاج ماهر عزام والحاج عمر الدكتور والحاج عصام بدوي، كل من سعى في هذا الصلح. لكن كنا من ايام قليله كنا في هذه القاعه بنتشكل صلح اخر. احنا بدانا من جنوب الجيزه الغربيه مرورا بالصف مرورا بالعياط، وصلنا للرشيد، كنا في الحوامديه. كل هذه المصطلحات بتتم بالعفو والتسامح. بالعفو والتسامح تنشرح الصدور وتسعد القلوب وتطمئن النفوس وترتاح من الصراعات الخارجيه والداخليه. الخارجيه ما بيننا وبين بعضينا، والداخليه من الهم والكآبه ونرتاح ونريد. فالشكر كل الشكر لمن سعى لهذا الصلح. وقبل ان نسترسل الحديث دائما ابدا يسوق تساؤل، هو ليه الحضور المكثف من قيادات حزب مستقبل الوطن ورواد مستقبل الوطن في مثل هذه التصرفات؟ جئنا اليوم وجئت معالي النائب خالد بن تامر الطاري، ومعالي النائب حسام عاشور، ومعالي النائب محمد رشاد البرتقالي، ومعالي النائب اسامه الاشموني، ومعالي زكي عباس، بصحبه نواب الدائره الافاضل، معالي النائب عماد الدركاني، ومعالي النائب نادر الصديق، ومعهم معالي النائب عمرو عكاشه، وكل الحضور على قيادتهم وعلى رئاستهم لهذه الجلسه. معالي النائب عبد الله ناصر امين المحافظه، ومعالي النائب عبد الله خليل، ومعنا معالي النائب صبحي الثاني، ومعالي النائب بكر ابراهيم، اللي برضه بنوصل رساله، ان رساله ممتده مش متوقفه عند وقت معين. كان في فتره من الزمن معالي النائب بكر ابراهيم ومعالي النائب صبحي الثاني، واليوم جاء من بعده ليكمل المسيره. كلنا بنكمل بعض، محدش بيقف عند مرحله معينه او وقت معين، وبكره هيجي اللي يكمل المسيره بعدين. وكان برضه من المفترض ان يكون معنا معالي النائب علاء عادل، ولكن الظروف خارجه عن ارادته اعتذر في اخر الوقت. كلنا ليه بنعمل كده؟ كلنا ليه مصرين على نحضر مثل هذه الجلسات الطيبه؟ وزي ما قال مولانا الشيخ ايمن من شويه. ليه؟ لان احنا بعد 25 يناير اللي حفظ الدوله دي هي وحده عائلاتنا وتماثلها وتصالحها وحرصنا على بعض. جيران، اقارب، اصدقاء، كنا حريصين على بعض. هو ده اللي حافظ على الدوله المصريه. الدوله المصريه مش هتنتهي الا بالتفكك الاسري والتفكك العائلي. وعلى فكره اعداء الداخل والخارج هم دول اللي بيلعبوا. هم بيلعبوا على تفكك الجبهه الداخليه ومصر. هو ده اللي عاوزين يوصلوه. خلاص زمن الحروب انتهى. يمكن كده ومن هنا حزب مستقبل الوطن والهيئه البرلمانيه بتاعته وكل من يعمل في العمل العام ومعنا كل الشخصيات المحترمه ومزاملنا حتى الجهاز التنفيذي معنا طبعا محمود بيه رشاد رئيس المدينه. ليه؟ بنوصل هذه الرساله. رساله من عاصمه مصر الاولى مركز البراشين بنقول فيها كلنا متحدين، كلنا اسره واحده،
كلنا حريصين على التماسك والتصالح والعفو، وهي دي القيم اللي المفترض ان احنا نبقى حريصين عليها ونبقى مصرين عليها. لان اذا فقدنا هذه القيم فقدنا انفسنا وفقدنا بلدنا. على فكره كل شيء ممكن نقدر نستحمله. الغلط اللي احنا فيه واللي محدش بينكره، واحنا كنواب بنقول وعارفين الظروف اللي بيمر بيها العالم واللي بيمر بيها اهالينا، بس اصرارنا وتماسكنا وتسامحنا ورحمتنا ببعض، وزي ما بيقولوا كده نطبطب على بعض، البلد دي ان شاء الله تعالى هتعدي الازمه اللي هي فيها. فمن هنا بشكر كل الحضور حضراتكم وكل من سعى لهذا الصلح الكريم. وفي النهايه لابد ان انا اشكر كل من اصغر عسكري في الشرطه المصريه، حتى معالي اللواء محمود توفيق وزير الداخليه على مجهودهم. وعلى فكره اوقات كتير اما بنيجي نتكلم في قصه الامن وان احنا حابين نستحضر ما كنا فيه ما بعد 25 يناير، البعض بيتخيل ان احنا بنعمل نوع من انواع الترتيب. لا، هي القضيه مش قضيه نوع من انواع الترتيب قد ما هي قضيه لابد ان احنا نفكر بعض بالنعمه اللي احنا فيها، النعمه التي لم يضاهيها نعمه وهي نعمه الامن. اموال الدنيا ورخاء الدنيا لن يغني عن الامن. إذا كنا في حياة رخوة معانا المال بدون أمن فلا قيمة له. فمن هنا لابد أن أنا أقدم كل التحية والشكر لمعالي اللواء محمود توفيق وكل قيادات الأمن في محافظة الجيزة، السيد مساعد أول وزير مدير أمن الجيزة والسيد مدير إدارة المباحث الجيزة وكل القيادات حتى أصغر عسكري عندنا. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.